بدايه هنبدا تخدير الطب عبال في اللحظه اللي هو يتخدر فيها. هناخد بس نشرح كيف هنبدا التشغيل. تمام؟ وبسم الله الرحمن الرحيم. كده احنا ده اسفل بطنه. تمام؟ هناخد قطاع نبدا من اسفل لحد فوق. بعد كده اخد قطاع اليمين عند قصاد اليد دي بالظبط، اليد العليا برضه اليسار، وهنا من اسفل. بعد كده هبدا اشيل الجلد لازق واثبته بمشاط التثبيت من الجنب الثاني. كل ده لسه الاعضاء سليمه، ما احاول على قد ما اقدر ما اجرح اي عمل. تمام؟ طبعا الضب من الحيوانات الزاحفه، من اكثر الحيوانات اللي ربنا خلقها تخايف مع الجو الصحراء. طبعا بيستحمل الحر الشديد، يقدر يحتفظ بكميه طعام جميله جدا ويحتفظ ويقاوم الحر والبرد والحر وقله ندره المياه يعني. طيب اظافر الضب قويه جدا، ليه ربنا خلقه اظافر قويه جدا؟ لانه بيستخدمها في الحر. تمام؟ ديل الضب بيستخدمه في الدفاع عن نفسه. تمام؟ بس واحنا زي ما انتم شايفينه هو الحين بدا يتخدر. تمام؟ هبدا طبعا عندي مسامير تثبيت. وطبعا يا شباب الضب بيتخدر ما يحس باي شيء. بس الحين اذا خيطناه ثاني هيرجع يعيش عادي؟ ان شاء الله بنحاول. بس هو طبعا لما في دكتور بيعمل عمليه للانسان نفس الطريقه، بس بيعمل ايه؟ بس بيبقى في غرفه معقمه. طبعا لان الفتح البطن ده مجرد ان افتح بطنه في جو زي ده بيدخل له فيروسات وبكتيريا كتير. فلا طبعا لما انت ان شاء الله مسيره الطبيب ما ينفع تسوي شيء زي ده عمليه جراحيه غير في مكان معقم. يبقى طبعا غرفه العمليات مجهزه لكل شيء. طيب انا هبدا التشريح كده. بصوا يا شباب، زي ما احنا قلنا هبدا بقطاع طولي كده. تمام؟ وبعد كده هبدا اخد قطاع كده عرضي، قطاع عرضي باليمين قصاد الذراع بالظبط، ونفس الكلام تحت. تمام؟ واكون حذر جدا اخد منطقه الجلد فقط. بس هحتاج تدبير. تحطهم هذه بعد؟